أيها المسلمون، واعلموا أن الإسلام حرم حتى الإعانة على القتل والحث عليه أو التحريض على القتل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، أي قال أو إذ لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وهناك من الناس من يفرح بقتل المسلم ويفتخر، بل يناصر القتلة، فحكمه حكم القاتل بفرحه ورضاه بما صنع القاتل، ويركن إلى الذين ظلموا ويقف معهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، أي فرح بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أيها المؤمنون، إن أمر الدماء عظيم في الإسلام ومهيب عند رب الأنام، فقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم جميعا. لهذا نفقي الملك العادل أو القاضي العادل أو الخليفة العادل.